ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة القليلة الماضية بخبر وفاة البلوجر العراقية الشهيرة فيروز أزاد داخل منزلها جنوب شرق أربيل. الجديد في القضية هو ما تم كشفه عن ملابسات الحادثة، إذ ألقت الشرطة العراقية القبض على والد وعدد من أقارب البلوجر والتيك توكر العراقية فيروز أزاد التي وجدت وقد فارقت الحياة منذ أيام وهي نائمة داخل منزلها. وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية، فإن الشرطة فرضت السرية على التحقيقات بعد حملة الاعتقالات التي نفذتها نظراً لحالة الصدمة والغضب التي ما زالت تسود المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، حيث يطالب سكان تلك المنطقة بإنزال أقصى العقوبات على الفاعلين. هذا وكانت أصابع الاتهام قد وجهت إلى والد فيروز وشقيقها وعدد من أقاربها بعد القيام بهذا الفعل مع فيروز من أجل غسل العار، بحسب ما أشار البعض، فيما ذكرت تقارير عراقية أخرى أن سبب إنهاء حياتها يعود لخلافات عائلية لم يتم ذكرها. وفي سياق متصل، قالت بعض المصادر إن والد وشقيق فيروز كانا يطالبانها بالتوقف عن استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ونشر تفاصيل حياتها للجمهور، لكنها رفضت فقرر إنهاء حياتها. يذكر أن الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على مواقع التواصل قد وثقت لحظة نقل فيروز من منزلها بعد العثور عليها وسط حالة من الصدمة والغضب والبكاء الذي ساد المكان. الجدير بالذكر أن والدا البلوجر العراقية فيروز أزاد منفصلين منذ سنوات طويلة، وكانت فيروز على علاقة جيدة بوالدتها على عكس علاقتها المتوترة مع والدها وأقاربها، وقد نجت العام الماضي من محاولة اعتداء جماعي عليها بعد أن هاجمها شابان داخل بناية سكنية في أربيل، لكنها رمت بنفسها من أعلى البناية ونجت بأعجوبة. اللافت أنه خلال السنوات الماضية وقعت عدة حالات إنهاء حياة ووفيات غامضة لشخصيات معروفة في المجتمع العراقي، من بينها خبيرتي التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن اللتين توفيتا في ظروف غامضة ولم تعرف الأسباب وما حصل حتى اليوم.